بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. ازيك واحلى اخوات واحلى متابعين في الدنيا. شكرا لكل اخوات المحترمين اللي دايما مشرفيني ومنوريني، ما نحرمش منكم ولا من وجودكم معايا. يلا بينا ندعي البعض الأول ونقول ربنا يرحم أمواتنا وأمة المسلمين، ويشفي كل مريض ويرزق كل مشتاق بالذرية الصالحة، وفك كرب كل مكروب، ويصلح حالنا وحالكم. قولوا آمين يا رب العالمين. اللهم آمين يا رب العالمين. ربنا يسترها معانا ويملي بيوتكم خير وهنا وسعادة. اللهم امين يا رب العالمين. ويجعلكم رمضان لا فاقدين ولا مفقودين. اللهم امين يا رب العالمين. يومنا النهارده بدأ بالفطار، طلعنا الفطار وجهزنا الغدا. انا مش حابه ان انا اطول معاكم عشان يومي مش عارفه اصور فيه والله غصب عني. النهارده كنت اعمل بط ومحشي، كنت حاشيه من قبلها بالليل. حطيت ميه السليق اهون، حطيت ورق لوري وحبهان وبصل وملح وليمونه بحالها، والتوابل الصحيحه بتاعت الشوربه يعني. وغسلت البط حلو ونضفته وسبته يتصفى وحطيته في الشوربه زي ما انتم شايفين كده. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. دي الدخانه بتاعت الميه، فانا مش عارفه اصور يعني. لو طلع عليه ريم هنشيله، ما طلعش خير وبركه. والمحشي زي ما انا قلت لكم ان انا كنت حاشيه قبله بيوم وخلاص. يلا بينا بقى القشطه اللي احنا حوشناها هنعمل السمنه البلدي، وفي يوم تاني هنسيحها ونشوف هنسيحها ازاي، لان انا مش هسيحها صافي بصراحه يعني. يلا بينا نشوف في الفيديو الجاي ان شاء الله هنسيحها مع بعض، بس مش هسيحها لوحدها يعني. عشان ايه؟ نزود الكميه بما ان عندنا شغل ورمضان داخل وكده، فنوفر شويه. عشان لو انت مثلا عايزه ان انت تحوشي سمنه بلدي صافي كده وان انت تخزناها في البيت، عايزين قرض من البنك يعني، نروح نقرض قرض من البنك كده عشان نعمل شويه سمنه بلدي. اللهم ديمها علينا نعمه واحفظها من الزوال. قولوا امين يا رب العالمين. احنا بنحاول ان احنا نلم الليله والحمد لله ماشيه وزي الفل، والحمد لله فضل ونعمه يعني. هنا زي ما انتم شايفين انا فضيت الزبده القشطه يعني اللي انا حوشتها كلها من على وش اللبن اللي انا عملته الجبنه. وزي ما انتم شايفين بقى هقعد الف فيها الف 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 لما ادوخها. حيرني يا تيزا كده، فاكرين؟ ايوه. نفتح يا ورده، قفل يا ورده. هنقعد نفتح ونقفل ونقفل ونفتح ونفتح. يلا هلم مجر بقى. المهم ان انا بعمل معاكم ايه بالمعلقه على اساس اتيكيت يعني. حبيبه قلب انا هقفل الكاميرا واشمر ايديا واشتغل. يا ما انت تتكلم مع مين؟ انا بتوع الكلام ده؟ انا مش بتاعه الكلام ده. هنا زي ما انتم شايفين بقى بقول لكم انا هشتغل بايدي كلا وحاش. المهم طول ما انت سبحان الله بتخبطي فيها كده او بتضربي فيها او بتلفي فيها كده، سبحان الله دي بقى الزبده الحلوه بقى. ولا فيها كاني ولا ماني، تقعدي تلف كده لحد ما تطلع ميتها. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وده يا جماعه اللبن اللي انا بشتريه بعمل منه جبنه وبعمل منه قشطه، واللهم ديمها عليا نعمه يا رب العالمين. خليكي ست شاطره كده واعملي حاجتك في بيت. اغلي اللبن لو انت مثلا مش هتعملي جبنه زينا، اغلي اللبن كل يوم بالليل وحطه في التلاجة. الخير دلوقتي في اليومين دول يعني عندك طوبة وأمشير، خير اللبن كتير، هتاخدي قشطة أكتر من اللبن. يعني انت الوقت لما أنا بعمل جبنة القشطة بسم الله ما شاء الله في الأيام دي علشان الأكل يعني البرسيم بيبقى مسكر وكده، الأيام دي تاخدي من على وش اللبن أحلى قشطة دلوقتي. إنما بعد كده خلاص هتلاقي القشطة خفت واللبن اللي زاد. اه يا ولاد جال الغضروف بس يلا. الله المستعان. حطيتي لايك ما حطيتهوش عادي براحتك، ما تحطوش. كتبت كلمة طيبة تتردلك بالمثل، لا ما كتبتيش خلاص ما براحتك برضو. يلا هنا زي ما انتم شايفين كده اهي. بقول لكم هي كده بقت زبدة اهي. بسم الله ما شاء الله. هنا بقول لكم كانت ستي الله يرحمها اهي بصغرها، كنا بنعملها كده ونسيبها في التلاجة لابويا علشان ايه؟ كان يعني ما كان صدره يوجعه عشان بيشرب سجاير وكده، وكنا نحطها له في الشاي. اه والله العظيم يعني كل يوم الصبح لازم تعمل له كده. كنت مثلا كل ما تخد الزبدة تقوم عامله له مثلا طبق فيه بقى ايا كان بقى، شوف العدد اللي هي عايزاه على الايام كده عشان برضك ما تريمش ولا كده ولا لونها يصفر. وكان يحطها كل يوم الصبح في الشاي عشان تعرفوا ان زمان ده كان خير وعلاج طبيعي. اه والله العظيم. كناش بندفع فلوس كتير. زمان الناس ما كانتش بتبيع اللبن بتاعها، كانوا على طول كل يوم الصبح لازم يشيلوا وش اللبن ويعملوا قشطه يوم ويوم فاهميني. والجبنه يومين على الله في الحصر يعني يومين على الله كل واحده تقوم تعمل جبن. بقول لكم ان الشرش بتاعه ده انا مش هرميه، ده بقى تعملي بيه احلى مشي. لو انت ما عندكش مشي وعندك حد بيعمل سمنه بلدي، خدي الخض بتاعها دي وسويه على النار وهتعملي احلى مشي بقى، مع شويه لبن مع مش عارفه شويه فلفل تطحنيهم مع شويه حاجات كتير قوي هتخليك تعملي احلى مشي. او حد عنده حبه خميره كده تاخدهم منه.
هنا كان عندي شوربه فراخ كانت في التلاجة، طلعتها قلت هزق بها المحشي واسيب شوربه البط عشان سمينه قوي يعني، فاهميني، لان البط دي كان سمين. هنا زي ما انتم شايفين بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. هحط بقى المحشي على النار، مش هحط عليه شوربه. المحشي لما تكون انت حاطاه في التلاجة وطلعتيه من التلاجة ما تحطش عليه الشوربه على طول، سيبيه على النار لما يطلع كل السقوعيه اللي فيه او درجه الرطوبه اللي خدها من التلاج. انت هتشوف الوقت هينزل ميه لوحده توماتيكي، والله العظيم توماتيكي حلوه توماتيكي دي. المهم زي ما انت شايفه كده، زي ما انا بقول لكم، بس خليكم معايا واحده واحده كده. هنا بقول لكم ان البط على النار، وهنا المحشي انا ما حطيتش عليه اي ميه ولا شوربه ولا اي حاجه، انا ما حطيتش خالص اهو. هو بقى شوفي بيطلع الدخان عشان لا يحصحص منك ولا يعجن ولا ما يستويش ولا اي حاجه خالص. بسم الله الرحمن الرحيم اهو. والله لسه ما حطيت، انا هحط بس لسه ما حطيتش. انا عايزاه يطلع كل السقوعيه بتاعت التلاجة اهو، شوفوا. اوريكم ان هو منزل ميه، منزل ميه من الكرنب ومنزل ميه من صلصه المحشي والكلام ده كله. تشوفي شويه الشوربه، والله دي شوربه فراخ، وتشوفيها تقولي شوربه لحمه. الله عليك يا عم بخ. العلبه دي كانت فيها سمنه بلدي، ارميها يعني بقى ولا اغسلها؟ كان لها وحاشه، والشوربه سخنه كده ودافيه، حطيت فيها شويه شوربه فيها عشان انزل كل السمنه البلدي اللي فيها دي على المحشي. ايوه خساره، بقول لك لم النعمه تلمك. واحنا دلوقتي قلنا في زمن بنلحس النعمه مش بنلمها. اه والله العظيم. هنا زي ما انتم شايفين اهو، باخدها بس كده عشان ايه تسيح كل الزبده او السمنه البلد اللي فيها، وبعدين هاخد احطها على المحشي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك اللهم بارك. بألف هنا لكل من كل منه، اللهم امين يا رب العالمين. عايزه اخلص الفيديوهات اللي عندي عشان مش عارفه اصور والله، علشان التليفون محمل يعني وكده وما عادش فيه مساحه يعني. فادعوا لنا ربنا يكرمنا يا رب اللهم امين. وتشجيعكم كده اللي دايما رافع من معنوياتنا، شكرا لكل حبيبه وغاليه واخ بيكتب كلمه طيبه من قلبه. ما نحرمش منكم بجد، ما نحرمش من وجودكم في القناه. شكرا بجد على كل كلمه طيبه بتكتبوها تترد لكم بالمثل. اللهم امين يا رب العالمين. وربنا يرخى علينا وعليكم ويرخي الاسعار ويفتح بيوتنا دايما كده بالخير والهنا والسعادة يا رب، وارزق كل راجل برزق ولاده وبيته. اللهم امين يا رب العالمين، اللهم امين يا رب العالمين. هنا زي ما انتم شايفين هعمل نفس اللي انا عملته في الحله الاولانيه، هعمله في الطاسه التانية. هم اصلا المحشي ما كانش كتير يعني، بس انا كنت ايه موزعهم كده. والله العظيم عايزه اقول لكم ان المحشي ده كفانا يومين، اقسم بالله احنا والانفار. اه والله العظيم. بصوا البركه من عند ربنا والله، مش من عند حد تاني. والله العظيم البركه دي من عند ربنا. الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمه وبركه وحمد. يا جماعه مش ان انت بتقولي الحمد لله ببقك، لا لا، مش اي حد يقول الحمد لله، ما كلنا بنقول الحمد لله. الحمد لله لازم أن تكون طالعه من قلبك، تكون راضيه بالكتير وبالشويه وبكل حاجه. اللهم ديمها نعمه يا رب، واحفظها من الزوال يا رب العالمين. هنا زي ما انتم شايفين خلاص بقى حطيت قعد المحشي، والحمد لله لقد تمت المهمه بنجاح. والسلام عليكم، لان الكهرباء هتقطع بقى. والله العظيم مش عارفه اعمل معاكم حاجه. هوريكم المحشي الوقت هو مستوي، بس الكهرباء عامله معانا الصح. احنا الكهرباء فضلت قطع عندنا يوم من الساعه 9 للساعه 5 المغرب، والساعة 5 دي يعني الجو ضلم واحنا ضلمنا والمية مفيش يلا الحمد لله. هنا زي ما انتم شايفين المحشي. الله عليك يا عم بخ، الله عليك. هو الشتا عايز محشي. هنا دي الحلة التانية اهي، بسم الله ما شاء الله. والله ما قدرت اصور معاكم اكتر من كده، اتمنى تعذروني لان انا مضغوطة جدا. يا رب اكون عند حسن ظنكم، يا رب اكون بقدم لكم لو حاجة مفيدة، يا رب اكون ضيفة خفيفة عليكم كده. بجد شكرا لكم على وجودكم معايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.